بيغذي الشعر جدا، بيرطب الشعرايه. تعالي هقولك ازاي تقضي على هيشان الشعر تماما. مش هتلاقي شعر هايش، مش هتلاقي تجاعيد في شعرك. عايزه اقولك ان الكرياتين طبيعي من البيت وبمكونات طبيعيه، صحيح مش زي الكرياتين اللي احنا بنعمله في الكوافيرات ومراكز التجميل، بس صدقيني لو سمعتي كلامي انت الكسبانه، لانه بيغذي الشعر جدا وكمان بيزيل تقصف الشعر بشكل ملحوظ. بيتهيألي انت مش محتاجه اكتر من كده لشعرك ولتغذيه شعرك وكمان لترطيبه. هتصلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا ست البنات، هتعملي ايه؟ هتجيبي صفار بيضه. صفار البيضه بروتين طبيعي للشعرايه، وتحطي عليها كمان كوبايه زبادي، ويفضل يكون زبادي بلدي وبميته. تضيفي لي عليها معلقه حلوه من المايونيز. المايونيز برضو بيحتوي على نسب عاليه قوي من البروتين، وده بيغذي الشعرايه. هتضيفي لي كمان لو عندي كونديشنر او معلقه من البلسم، ويا سلام بقى لو ضفتي لي على الخلطه بتاعتنا دي زيت خروع، بس يكون طبيعي، يكون نوعيته كويسه، وتخلطي المكونات دي كويس وتفرديها لي على شعرك او شعر بنتك او شعر اختك. هتلاقي فرق رهيب في شعرك. وبعد كده تغسلي شعرك بالطريقه المعتاده. استخدمي الماسك ده مرتين في الاسبوع، هيغنيكي عن البروتين وعن الكرياتين وعن اي مكونات ضاره تستخدميها لشعرك. استخدميه وانت الكسبانه. خلصتي معاكي الفيديو، لا يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.